يعني المنتخب السعودي لم يظهر بالصورة اللي كنا متوقعين منها، ولو انه على الورق هذه مباراة قبل بداية البطولة احنا متوقعين ان المنتخب السعودي قد يخسر وقد يخسر بنتيجة كبيرة، وهي لحد الآن ما طلعت المنتخب السعودي من البطولة. لحد الآن هناك فرصة في المباراة الأخيرة أن يحقق نتيجة إيجابية أمام كابا فيردي أو الرأس الأخضر ويتأهل من دور المجموعات. لا أول يعني بصراحة يعني اليوم أنا ما أتكلم عن النتيجة ولا أتكلم عن شنو راح يحصل أو أمور كثيرة، يعني أتكلم عن المستوى الفني، أتكلم عن ردة فعل اللاعبين، أتكلم عن العقلية اللي دش فيها لاعبين المنتخب السعودي. هذه العقلية لا يمكن وغير مسموح، مش بس لا يمكن، غير مسموح انك انت تلعب بهالعقلية هذه وبهالمنتاليتي هذا بهالاستسلام. حتى ردة الفعل ما كانت على مستوى الحدث. انت تتكلم عن بطولة كاس عالم، تتكلم عن دوري من افضل الدوريات في العالم حاليا، تتكلم عن جميع النقاد والمتابعين لكرة القدم اشادوا بنوعية البطولات في الكرة السعودية واللاعبين والمبالغ التي صرفت. يا رجل المبالغ التي صرفت هذه يعني هذه واحدة تكفي، ما أتطرق لك بأمور ثانية. بهذا الشكل بهذا الأداء أنا ما عندي مشكلة، لاعبين مو بالفورمة اليوم ما عندي مشكلة، لكن فريق كامل بهذه الروح الانهزامية، بهذا الشكل الانهزامي، بهذه العقلية صراحة اللي أنا حتى مراحل سنية والله العظيم ما أسمح أصلاً ان اللاعبين يدشون بهذه العقليه وبهذا المنتاليتي. يعني فريق انهزامي، فريق لا يمكن يعني ان يصل بعيد بهذه العقليه بهذا الاداء. يعني تتكلم عن اخطاء يعني بدائيه في كره القدم، اخطاء ذهنيه. انت تتكلم يعني كابتن عادل، انت حاليا في اعلى بطوله بالعالم، اعلى بطوله لا يمكن ان يكون في شيء اكثر من كاس العالم انك تلعب، وهذه حالتك الذهنيه. طيب انت لو تلعب بطوله اقل شنو بتكون حالتك الذهنيه؟ شنو ردود الفعل؟ حتى على المستوى الفني، على المستوى المدرب، على التبديلات وعلى اللاعبين يفترض ان يكون يبدا بهم اصبحوا في الاحتياط والعكس صحيح. احنا تكلمنا انا كنت ساعد لاحظنا سلبيات كثيره يعني صراحه. ان المدرب المباراة الماضية امام المنتخب الاوروغواني لعب لاول مرة في وقت ضايع بالمباراة، 93 دخل لجامي ولعب 3 صحيح. لعب 3 وترى بالوقت ضايع 4 دقائق كان في فرص محققة على المنتخب السعودي. لولا تألق الحارس العويس المباراة الماضية كانت تطلع بنتيجة. ولعب هالمباراة بتشكيلة أو بطريقة لم يلعب فيها المباريات الودية. تدري شو المشكلة كابتن عادل؟ لو نرجع على الكاركتر مال اللاعب السعودي أو نوعية اللاعب السعودي، مهارة، سرعة، هذا أكثر شيء يميزون. الأفكار اللي كانت مع المدربين، بنتكلم عن مثلا رينارد ولا بنتكلم عن دونيس، دائما فكرهم بدني. هذه النوعية من اللاعبين لا يمكن انك تلعب فيها يعني هذه النوعية من اللاعبين هم شنو اللي يتميزون فيه؟ مهارة، سرعة. يجب ان يكون الفكر اللي يلعب فيه، الاسلوب اللي يلعب فيه المنتخب السعودي مهارة وسرعة. لا يمكن انك انت تلعب مع هذه النوعية من اللاعبين بدني، يعني مستحيل. وايضا هناك يعني الافكار اللي يملكها دونيس ويملكها ايضا رينارد. انا اركز على رينارد لان المنتخب السعودي خسر الكثير انا باعتقادي مع رينارد، كان ممكن انه يكون افضل. واثبات على ذلك شوف سلمان الفرج وشوف عبد الاله المالكي، صح؟ منو كان يفضل رينارد؟ كان دائما يفضل عبد الاله. ولكن لو نرجع احنا نشوف سلمان الفرج كاس العالم الماضي كان هو بوسط الملعب، يعني لاعب عظيم، هو اللي على الرتم، هو اللي ينزل الرتم. هذا نوعية اللاعب السعودي. احنا من عمر عرفنا هذه نوعية اللاعب السعودي. لذلك ايضا حتى في المراحل السنية، انت في المراحل السنية نوعية مدربين. بعدين اتفاجئ انا انت سنين معلمني ومدربني ومعطيني افكار انا لازم تكون عندي موجودة، لذلك انا لازم تطبق في الفريق الاول. انا الافكار هذه كل هالسنين هذه اللي قضيتها في المراحل السنية ما طبقتها بالفريق الاول، لان اختلفت الافكار اللي كانت موجوده بالمراحل السنيه وحاليا في الفريق الاول. رينارد ما في اوجه شبه بين افكار رينارد والفريق الاول. هل هذا يعني الانتقاد او يروح لمن اختار رينارد؟
لان انت عارف قبل لا تجيب انا اروح رينارد هذا اسلوبه. احنا خلينا نتفق على شغله، هناك مشروع عظيم في الكره السعوديه، ولكن انا باعتقادي ان يجب ان تدرس التفاصيل، ويجب ان اعي واعرف تماما ما هي الافكار ونوعيه المدربين اللي تلائم لاعبيني. يعني على سبيل المثال بنروح على مثلا في اكاديميه الهلال اللاماسيه. اللاماسيه شوف الافكار من المراحل السنيه للفريق الاول، هذا الكاركتر اللي ابيه، هذه نوعيه اللاعبين اللي ابيه، وهذه الافكار اللي انا بطبقها. انا مؤمن بمشروعي، لكن انا اعمل مشروع واقط عليه فلوس اوصل بالفريق الاول في وقت الحصاد اكبر محفل تختلف الافكار تماما عن اللي انا درسته واللي خذيته. حتى موضوع الانديه، اصبح اللاعب السعودي تركيزه واهتمامه دائما مع الانديه. يعني هذه ايضا معضله كبيره. لذلك يعني المبالغ اللي صرفت والعمل اللي قدم لهذا المشروع، يجب ان يكون هناك قراءه ودرايه بالتفاصيل. يعني احنا